يا جماعة والله نبهنا من قبل السنة الدراسية ما تبدأ، قلنا اسكندرية ما فيهاش مواصلات. لما القطر وقفوه ما فيش استيعاب لباقي المواصلات، ما عندناش مشاريع كفاية ومع الترماي ما بتستحملش، فالدنيا بايظة. فيا ريت محافظ اسكندرية ينزل مثلا لما طلاب الجامعة بتخرج ويشوف البهدلة اللي الطلبة فيها. الطلبة بتطلع الساعة 2 بتقعد الساعة 5 ونص عشان تلاقي مواصلة تركبها. النهارده كان في ضابط مرور محترم بيلم المشاريع ويركب الناس عافيه والمشاريع بتهرب منه، لكن كان بيجيبهم صراحه ربنا يبارك له. لكن الوضع ده لو استمر هتبقى كارثه. الطالب بينزل يتبهدل وهو رايح ومتبهدل وهو جاي، ده في انهي مكان ده؟ طب ما تتفق على اتوبيسات تنزلها للطلبه دي. انا مش عارف صراحه انت مستني ايه؟ يعني انت وقفت القطر في ظروف غلط وزفت وقلنا ماشي اصل انت هتعمل مونوريل وهتبقى الحياه حلوه بس اللي يفهمها. طب احنا في دلوقتي الطلبه مش لاقي حاجه تركبها، الناس الصبح هي رايحه شغلها بتروح مش لاقي حاجه تركبها، ما عندناش مواصلات في اسكندريه. انت يعني الكارثه دي هتحلها ازاي؟ هتحلها امتى وانت مش منتبه لها اصلا؟ لازم حد يفوق شويه ويبقى ملف المواصلات ده مع واحد هو اللي شغال فيه، لان المحافظ مش هيعمل كل حاجه لوحده. اسكندريه محافظه كبيره وفيها بلاوي سودة عايزه تتحل من المحافظ بتاع التصوير القديم اللي كان بينزل يتصور بس، مليانه بلاوي ما خلصتش. هو فتح في اسكندريه كل المشاريع واتكلمنا في الموضوع ده والناس قالت لا والدنيا حلوه والكلام الاهبل ده. لا، الدنيا في اسكندريه مش حلوه، الدنيا في اسكندريه متكعبله والحياه متلخبطه فيها وما فيهاش حلول. مشاريع مفتوحه على المشاريع مش عارفين يقفلوها عشان ما فيش فلوس. لكن حل لي ازمه المواصلات، حرام البهدله دي، توب علينا ربنا.